بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، أحييكم تحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على خير وفي صحة وعافية، كما أسأله أن يمتعنا وإياكم بما هو مفيد لنا في دنيانا وأخرانا بحول الله. المشاهدون الكرام، ارتأيت اليوم أن أتحدث عن الأدب الإريتري المكتوب باللغة العربية، وذلك نقلا عن ما نشره موقع فرجت الإلكترونية قبل فترة، مقالة ارتأيتها في غاية الأهمية، وهي للأستاذ الكاتب أحمد علي دحنة. تعميما للفائدة مشاهدينا الكرام، سنتحدث اليوم عن الأدب العربي في إريتريا، أو تحت عنوان وقفات في حضرة الأدب الإريتري. وسأخذ أو كما أخذ الكاتب الشاعر الراحل أحمد سعد أنموذجا، ثم سأقرأ عليكم بعضا من قصائد الراحل الأستاذ أحمد سعد رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية. مشاهدينا الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. في هذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية سنتحدث عن الأدب العربي، أي وقفات في حضرة الأدب العربي للكاتب دحنة. يقول الكاتب: الشعر ذلك الإحساس الرائع والشعور البديع، لحظات تجلي تعتري النفس الإنسانية فتأخذها على سجيتها وعلى حين غرة. إنه إحساس يولد فينا الشعور بالحياة دون تزييف أو تحريف، فيبرز الجامد في صورة المحسوس الملموس ليضيف إلينا مسحة جمالية تتغلغل في النفس الإنسانية دون استئذان. إنه طائر يحمل بين جناحيه إكسير السعادة وبشريات الأمل، الذي يتسرب بين خلايانا ويتوغل في رقة وعذوبة بين حنايانا ومسامات أنسجتنا، في عملية فسيولوجية تسهل أمامها كل العمليات الإحيائية والفيزيائية المعقدة. وللشعر في إريتريا آلاف المدارات ومئات المداخل، وأعجز حقيقة كل العجز في كيفية بداية الحديث عن الأدب الإريتري الذي أصبح شهادة للتاريخ للعكس. فمن أين يا ترى أبدأ الحديث؟ أقول محمد عثمان محمد صالح كجراي، ربيب الإبداع ونورس الألق المتوقد شاعرية، والمتدفق إبداعا لا يضاهى ولا يقارن، أم أبتدر بأحمد محمد سعد، ذلك الكائن الإبداعي المسكون بالأريحية والتلقائية عبر رحلة أعظم الكلمات وأعذب المفردات؟ أم يا ترى تقودني قدماي إلى الأستاذ الشاعر الراحل عبد الرحمن سكاب، سليل الشعر التقليدي وعراب المدرسة التقليدية الإريترية في الشعر، حيث الكلمات الرصينة والمعاني الجميلة الرائعة التي تخلد في النفس وتخلد معها ذكرى قلم لم يمحى بعد؟ أم تكون وجهتي إلى كنار التميز والإنسانية الشعرية ورواد الأدب العربي الإريتري: أحمد عمر شيخ، أحمد شريف، محمد الحاج موسى، محمود أحمد لوبينة، حسين موسى، عبد الله عمر كرام، إلى آخر الشعراء؟ إنها بحق محك صعب أجدني وقد وضعت نفسي في تلابيبه من حيث لا أدري، ولكن لا بأس، فالاختيار قد يكون صعبا، ولكن لا بد مما ليس منه بد كما قالوا. فخياري وخير اختياري أحسب أنني يممت شطري فيه صوب إنسان تدفق شاعرية وإبداعا وألقا وتلقائية
فجاءت معاني شعره بسيطة كبساطته، ولكنها أقوى ما تكون بناء ونسجا، ليس بالسهل ولا بالخلخل ولا بالهلهل، إنما هو أمتن ما يكون من القوة والرصانة والجزالة. إنه ببساطة طائر الفينق الذي ارتحل عنا، ولكن بقي إبداعه سراجا منيرا ينير الدرب لركائب الأدب العربي في إريتريا. إنه الشاعر أحمد محمد سعد. إن اختياري لأحمد سعد جاء ليقيني التام لما قدمه هذا الشاعر الإريتري الفذ للأدب الإريتري من أدب زين به أظافير المكتبة الشعرية الإريترية، فكان لزاما علي أن أتحدث عنه، لأنه في الحقيقة من انتشل الأدب الإريتري من درك الإسفاف والتبذل، وسمى به إلى درجة النمو والسمو والارتقاء إلى أعلى المصاف، في تأكيدنا على دور الشعراء الآخرين، ولكن يبقى الكبير كبير كما يقولون. إنه الشاعر أحمد سعد رحمة الله عليه. شهد العام 1945 مولد الشاعر الراحل أحمد سعد في منارة من منارات العلم في إريتريا في منطقة حرقيقو، مما أثر في نشأته وتفتقت إبداعاته هناك مبكرة، حيث كان للخلوة دور في تكوين شخصية الشاعر أحمد سعد، ومن بعدها مدرسة الجالية العربية في أسمرة، ثم جامعة القاهرة كلية الزراعة. ولكن كان القدر بالمرصاد فتخطفته يد المنون عام 1978 في ربيع إبداعي وفي ريعان شبابي إثر حادث سيارة أليم في ليبيا رحمة الله عليه. لم يكن أحمد سعد شاعرا فقط، بل كان مسرحيا. كتب عددا من المسرحيات التي جسدت واقع أبناء أمته الإريترية في غمرة حرب تحرير إريتريا، وكان عاشق إريتريا ديوانه الوحيد الذي رأى النور ينم عن إحساس عميق بالحزن والأسى. يعتري الشاعر على حال شعبه فيعزف عن الغناء والتغزل في رسالة واضحة فيقول: ما عدت أعبث بالهوى، ما عدت أعبث بالهوى، وكفى العبادة للمفاتن والعيون، فلتحرقي إن شئت كل رسائلي، ولتكسري صنم الصبابة والمجون، إني هنا أروي الملاحم من دمي. وتظل تلك الصورة حاضرة، وعند تقليب الوجه الآخر لها نقرأ ما يلي: من أجل من ذاق الظنا، من أجل من عشق السنا، من أجل أطفال لنا قد شردوا خلف العراء، من أجل من شقوا الطريق وشيدوا فجر الملاحم والفداء، من أجلكم يا إخوتي سأظل أرفع رايتي، إني أريد هويتي، حريتي، جنسيتي. وتتصاعد وتيرة غضب الشاعر فيوجه رسالة عنوانها الصمود والصبر والتحدي، فيقول: أنا باق، أنا باق، هنا أرضي وتاريخي وأمجادي، هنا جذري، هنا داري وميلادي، ولن أرضى بليل السجن في وطني، نداء الأرض إنشادي، أنا قدر وعاصفة تصب النار في خصمي وجلادي، أنا ماض إلى دربي، وإن مت سيحمي الدار أولادي. ويظل طفل إريتريا حضورا بين دفتي صفحات كتاب حياة لشاعر، فيقول: صغارنا الذين في العراء، صغارنا الذين في العراء يحلمون بالحقول والدروس والفصول، يدندنون بالنشيد: غدا نعود إلى الديار، نملأ الطريق بالورود، غدا نعود للديار، نملأ الدنيا نشيد. لقد كان قلب شاعرنا أحمد سعد ينبض بحب هذا الوطن الذي لم تنسه أيام مرارات الغربة وليل المهاجر واللجوء، لم تنسه وطنه، وها هو يذرف أدمعا حيرة تحكي شوقه الكبير إلى وطنه حينما نسمعه يقول: آه من المنفى،
آه من المنفى ومن تعب الرحيل بلا قرار. آه من الليل الذي قلب الفيافي إلى قفار. فمتى يطل صباحنا ومتى نرد حقوقنا لنعود من فرح الصغار إلى الديار ونقبل الأرض التي ارتوت بدمائنا ونضمها لقلوبنا. هي أمنا، هي أرضنا، سكب الشباب لها الدماء، صار الرجال لها الفداء، من أجلها شقوا الطريق، عبروا المشانق والحريق. ختاما نترحم على روح هذا المبدع، وكم ندرك أننا لن نستطيع أن نتحدث عن حياة هذه الظاهرة الأدبية التي قلما تتكرر في إريتريا، فما قلناه لا يساوي قطرة في بحر هذا المحيط الإبداعي الزاخر، والكلمات والمفردات وجحافل الكلمات بأجمل المعاني والمغاني. ولكن عزاؤنا أن نتذكر هذا المبدع بأبيات من مرثية كتبها رفيق دربه النضالي الشعري الأستاذ محمود أحمد لوبينت، فقال، ونحيي لوبينت حيث يقيم في بريطانيا: صديق العمر يا أحمد وشاعر زحفنا الأوحد، صديق العمر يا أحمد وشاعر زحفنا الأوحد، وعصفورا بأيكتنا كثيرا طالما غرد. أحبابي لقد شاءت إرادة ربنا شاءت، وهذا حكمة الخالق، أو هذه حكمة الخالق، وشاعرنا وإن رحل سيشهد فجرنا الصادق، لأنه يا أحبائي هنا باق، هنا في القلب مأواه، هنا في السمع مثواه، هنا في الوجه في العينين في الأشخاص في الأشياء ثكناه، هنا باق، هنا باق، هنا باق. نعم، فالتحية نبعثها من نافلة القول ومختتمة إلى كل مبدعي إريتريا أينما كانوا وأينما حلوا وارتحلوا وضعنوا وأقاموا، نحييهم، وكلنا أمل في أن يكونوا علامة بارزة في غرة الأدب الإريتري الذي بناه الشاعر الراحل المقيم أحمد سعد ورفقاؤه، أي رفاقه من مبدعي إريتريا الأوائل. فقد جاء الدور عليهم لكي يتسلموا الراية ويكملوا ذلك المشوار، وسنعمل نحن من خلال قادم الأيام على تسليط الضوء على أبرز أعلام الأدب الإريتري إن شاء الله، إن مد الله في الآجال. وختاما التحية ثم التحية والسلام، الكاتب الأستاذ أحمد علي دحنة. أنا أحييه باسم كل المشاهدين متابعي قناة سلام الإعلامية المباركة، ودلفت إلى مدونة الأدب الإريتري ووجدت فيها ما يلي، سأقرأ ما تيسر إن شاء الله. يقول في قصيدة أريد هويتي الشاعر أحمد سعد، وكنا قد قرأنا جانبا منها في الجزء الأول، يقول: من أجل من ذاق الظنا، من أجل من عشق السنا، من أجل من ذاق الظنا، من أجل من عشق السنا، من أجل أطفال لنا قد شردوا خلف العراء، من أجل من شقوا الطريق وشيدوا فجر الملاحم والفدا، من أجل من سكبوا الدماء رخيصة عبر المدى، سأظل أرفع رايتي، إني أريد هويتي، حريتي، جنسيتي. يا إخوتي، يا إخوتي، ما زلت أسمع صوتكم متناغما في داخلي، ما زلت أسمع نبضكم لحنا يعانق خافقي وسنابلي، ما زال يجرفني الحنين لقربكم، صار الحنين مشاعلي، فليسقط البؤس الذي سحق الجموع مدى السنين، لن تحبس الجدران نور قضيتي، لا لن أهاب من الطغاة الغاصبين، بعطاء ثورة المجيدة دائما سأحطم الأغلال والسجن المهين. ما يميز أحمد سعد عزيزي المشاهد أنه كان شعره كان يلامس القضية بشكل مباشر،
وبطريقة يعني السهل الممتنع العميق. ويقول أحمد سعد في سلام المهاجر، وهي من القصائد المشهورة الجميلة: ومر القطار السريع، ومر القطار السريع يشق الفضاء الطويل، وكانت ثلوج الشتاء كقيد ثقيل ثقيل، وصحت وحيدا سلامي إليك. سلامي إليك بلاد الصحارى وشمس الأصيل، حنيني إليك بلاد البراري وسحر النخيل. ومر القطار السريع يشق الفضاء الطويل، ودوى الضجيج المهيب يشق العنان الرهيب، وصحت وحيدا سلامي إليك بلاد الليالي وشوق النضال، بلاد الأماني ودرب الرجال، سلامي إليك سلامي إليك. الشاعر أحمد سعد رحمة الله عليه. وفي الليل والحنين قال الشاعر أحمد سعد: دق بابي زائر الشوق الحبيب، دق بابي زائر الشوق الحبيب، فأطلت من سنة ذكرى الأماني باسمات حول هاتيك الدروب، وصحوت أطرد الليل بعيدا وأغني راقصا كالعندليب، قد لمحت في خيالي لوحة الفجر القريب وخطى النصر الكبير تتهادى أغنيات في القلوب. دق بابي ذلك الشوق رسولا، دق بابي ذلك الشوق رسولا من ربى الحب الوليد، وتعالى من ذرى العشق نداء منشدا لحن الخلود: يا بلادي يا بلادي يا منار السائرين، يا بلادي يا منار السائرين، قد شربنا في هواك خمرة المجد التليد، دونك العشق ثقيل لا يطاق، أنت نبض في ضميري رافضا كل القيود، ليس لي هذه المنافي، ليس لي غير المنافي، غير ذكرى تؤنس القلب الوجيد. أيها الشوق أيها الشوق الذي يهدي الشراع في ليالي الغرباء، أعطني طاس الأماني فلعلي أتناسى أي جرح وأغني أغنيات السعداء. مر عام بعد عام والمآسي قاطنات في صدور البؤساء، أين مني ذلك الحلم الجميل؟ أين مني مهد حبي وليالي البسطاء؟ كم طوتني غربة الدار جراحا وأنينا، إنني أحيا طريدا وغريبا لاهثا خلف الرجاء، ليت شعري يهنئ البال قليلا، يا بلادي اذكريني كلما عز المساء، فلعل الطيف يدنو ويرش الليل حولي بارقات من ضياء، بارقات من ضياء، بارقات من ضياء. رحم الله الشاعر أحمد سعد، والله هو أستاذنا وتعلمنا منه الكثير. الشعر البسيط القريب إلى القلب الذي يخاطب دون الدخول في التراكيب الغريبة، التراكيب شوية اللي فيها شيء من هذا وذاك. أحمد سعد كان، أنا أزعم فأقول، هو رائد الشعر في القضية الإريترية المباشرة، ويمكن نتحدث عنه في يوم من الأيام. يقول الشاعر الراحل المقيم أحمد سعد في قصيدة نشيد الأرض: آه من المنفى ومن تعب الرحيل بلا قرار، آه من المنفى ومن تعب الرحيل بلا قرار، آه من الظلم الذي قلب الفيافي إلى قفار، فمتى يعود ربيعنا ومتى نرد حقوقنا لنعود من فرح الصغار إلى الديار،
ونقبل الأرض التي ارتوت بدمائنا ونضمها لقلوبنا. هي أمنا، هي أرضنا، سكب الشباب لها الدماء، صار الرجال لها الفداء، من أجلها عبروا المشانق والحريق، شقوا الطريق يا أرضنا، لك حبنا، أنت السنا، أنت المنى، لولاك ما لاح الشعاع بدربنا، لولاك ما هتف النشيد بزحفنا. كل قصيدة للشاعر أحمد سعد تصلح نشيدا ونغما. قصائد كلها أنغام جاهزة يمكن أن يعزف لها ويغنى لها، وكم تغنى لها كثير من الشعراء، يمكن احتمال نجي ونتحدث عنه. قصيدة العار، يقول في قصيدة العار وهو يرى ذلك الاختلاف والتباين: الصمت عار، والخوف عار، الصمت عار، الخوف عار، من نحن عشاق النهار، نبكي نحب نخاصم الأشباح، نحيا في انتظار، سنظل نحفر في الجدار، إما فتحنا ثغرة للنور أو متنا على وجه الجدار، لا بأس لا يأس تدركه معاولنا، ولا ملل انكسار، إن أجدبت سحب الخريف وفات في الصيف القطار، سحب الربيع ربيعنا حبلى، وغدا يكون الانتصار. شعر جميل. صرخة للسجين، يقول: صرخة السجين أحمد سعد: وعلت في السجن أصوات الأنين، وعلت في السجن أصوات الأنين، كل آهات السنين، عاش في القبو الرهيب ذلك الوجه الحبيب، وعلت في السجن أصوات الأنين، كل آهات السنين، عاش في القبو الرهيب ذلك الوجه الحبيب، يتحدى كل آلام الجراح، ويغني للصباح، ويغني للصباح. قال في وجه الطغاة، قال في وجه الطغاة: طلقة الرشاش تكفي كي أوارى جثة تحت التراب، فاقتلوني في هدوء ينجب الدرب ملايين الشباب. هذا هو ذا الليل قد انهار منه الجدار، هو ذا الليل قد انهار منه الجدار، ودنا الفجر أتيا فهب نهار، إن صوت الحق باق رغم قصف ودمار. ذات يوم طار في الأفق نشيدا، طاف في روما طويلا، فقال الثأر بآلاف الحشود، وغدا الحق منارا وسبيلا، وهوى السيف بنيرون العنيد. لم يمت صوت الحفاة البائسين، لم يمت صوت الضحايا اللاجئين، لم يمت قلب الألوف الكادحين. لن تموت يا بلاد الثائرين، ما تهيلين، وغدا يهوى تماما ذلك الدرب اللعين. ظل أسرار السجين انتفاضا لا يلين، لا يبالي بالمنايا في سبيل الأرض والشعب المقاتل، وإذا مت شهيدا أمطر الأفق نجوما ومشاعل، أنبت الدرب ورودا وسنابل. سوف يأتي عاصف الثأر العريق كي يغني في ملايين القلوب، ذلك الشوق العميق يملأ الشعب حماسا وأماني، رغم رصاص وأسر وحريق. يا بلادي أنت فجر يتجلى في كياني، أنت معنى لوجودي ويقيني، فوداعا يا بلادي، واذكريني حين ذبت في هواك، قتلوني قتلوني قتلوني.
رحم الله الشاعر أحمد سعد. ولا نزال مشاهدينا الكرام في قناتكم المباركة قناة السلام الإعلامية، وحلقة في برنامج مع اللغة العربية. وفي قصيدة رائعة جميلة كروعة كل قصائده، يقول الشاعر أحمد سعد: همس في الغربة قال فيها: ليس لي عبر المنافي غير ذكرى وكتاب. ليس لي عبر المنافي غير ذكرى وكتاب، ونجوم في السماء، ونداء خافت يحيا بقلبي إنه خيط الرجاء. كلما سرنا بعيدا وابتعدنا واغتربنا، جرحنا يندى عميقا فاكتوينا واحترقنا. يا رفيقي لا تسلني كيف أحيا في البعاد، وأعاني ما أعاني. قد صنعت من دجى المنفى صباحا وانتفاضا للجهاد. قد عرفت قدر حبي لبلادي، ها أنا اليوم أغني رغم آلام البعاد. قد صحت في الأماني وصح العزم شديدا حول هاتيك المهاد. لا تهبني ألف قصر في المنافي، إنني أهوى بلادي. والله كان شاعرا كبيرا، وهو لم يعاني كما يعاني الغرباء اليوم. شعراء المنافي كانت سنوات، هي سنوات الدراسة، لكنه كان مكتوي بتلك النيران، نيران الغربة. مشاهدينا الكرام، سنتوقف قليلا. أنا لا أود أن أقرأ قصائد لغير الشاعر أحمد سعد. المدونة جاءت بعدد من الشعراء، ولكننا نحتفي بالشاعر أحمد سعد رحمة الله عليه ونتحدث في ذكراه. لحظات أيضا مشاهدينا الكرام، أعود إليكم بعد قليل للحديث عن الشاعر أحمد سعد رحمة الله عليه. فابقوا معنا مشاهدينا الكرام. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها نحن عدنا إليكم مجددا لنكمل ما تبقى لنا من هذه الحلقة في برنامج متابعات. ولا يزال الحديث عن الشهيد الشاعر الراحل أحمد سعد رحمة الله عليه. كان ذلكم ما رصدناه لكم مشاهدينا الكرام من خلال ما كتب وما نشر على المواقع الإلكترونية وغيرها. الآن سيداتي سادتي، سأتحدث عن الشاعر أحمد سعد كما سمعنا عنه وقرأناه. سبحان الله، هذا الشاعر الجميل، الشاعر المفلق، يعني عمره كان 35 عاما فقط. يعني ولد عام 1945 واستشهد ورحل من هذه الدنيا الفانية عام 1979. 35 عاما، يعني عمر ما كثير، مشى في ريعان شبابه، لكنه يعني قدم للإنسانية عموما وليس على نطاق إريتريا فحسب. أنا كتبت من شعراء إريتريا يأتي في مقدمة أولئك أحمد سعد رحمة الله عليه. فعلى الرغم من عمره القصير كان إنتاجه غزيرا، وكتب ليس شعرا فحسب بل كتب مسرحيات شعرية. وهذا ما تميز به الشاعر أحمد سعد دون غيره من شعراء إريتريا الكثر الذين يكتبون باللغة العربية. يعتبر الشاعر أحمد سعد ربما الوحيد، إن لم يكن قد يشاركه واحد اثنين كذا، ما عندي معلومة كاملة، لكن يعتبر أحمد سعد أحد الذين برزوا في كتابة المسرحيات الشعرية. أما إذا ما تحدثنا عن المفردة التي كان يستخدمها الشاعر أحمد سعد، الشاعر أحمد سعد رحمة الله عليه لم يكتب أول قصائد مطولة، ولكنها كانت قصائد قصيرة، ولكنها كثيفة وعميقة التأثير. والمفردات التي يعني لغة أحمد سعد كانت لغة سهلة وبسيطة، يعني مسموعة ومفهومة لدى عامة الناس، وفي نفس الوقت فيها الدلالة اللغوية والتراكيب الأدبية الجميلة. وكانت قضية أحمد سعد هي قضيته الوطنية، ويكفي
أن ديوانه عاشق إريتريا. لست أدري هل هو الذي سمى ديوانه بهذا الاسم أم أصحابه وأهله ربما. وكان طبعا أيام تواجدنا في إريتريا كان أخوه حسن، وأنا أحيي من هنا، كانت له معه علاقات أخوية. ولكن سبحان الله يعني لم نتحدث عن سيرة أخيه الشاعر، وانشغلنا عن ذلك تلك المدرسة الأدبية الكبيرة أحمد سعد. شغلتنا أشياء الواحد لما يفكر يسترجع بآثر رجعي يقول كانت من بين الأشياء اللي كنت أتمنى أن أتحدث مع أخونا حسن وأحييه من هنا، ولكن لم نتحدث معه. أعتقد هو في الخارجية حتى الآن، أنا تركته هناك فيما أظن. ولذلك على الأقل لو كنا تحدثنا عن أخيه أستاذنا أحمد سعد اليوم كان يمكن نتحدث عنه بشكل مفصل، ولكن فاتت علينا الفرص كما فاتت علينا فرص كثيرة في ذلك الزمن العجيب. ومفردة أحمد سعد كما قلت كانت مفردة عميقة وسهلة، وكان يدور في الفلك الوطني، وحتى قصائده يعني ودعوا كل الحاجات، وكان يتحدث بلسان اللاجئ وبلسان السجين وبلسان المقاتل وبلسان المعلم وبلسان الأم والأخت يعني أحمد سعد كان، يعني أنا دائما أقول أحمد سعد مدرسة متميزة ومتفردة في الأدب الإريتري المكتوب باللغة العربية، ويعتبر بلا منازع هو رائد المدرسة الإريترية العربية، وهو في نفس الوقت برضو شيخ شعراء إريتريا. أحمد سعد رحمة الله عليه مما يؤسف لرحيله صحيح في تلك الفترة 79 يعني ما كانت التسجيلات متاحة، ولم تكن يعني أنت لو عندك كاميرا ثابتة ستيل كاميرا يعني وتصور بها صورة صورتين مين زيك يعني. الفيديوهات ما كانت متاحة ووسائل التصوير والتسجيل ما كانت متاحة. ولذلك أنا حتى اليوم يعني كنت أتمنى إنه كيف كان يقرأ أحمد سعد شعره. أداؤه يعني قصائده قوية ما في شك، وهو مدرسة كما قلت، لكن فن الأداء بالنسبة له وقراءته للشعر أنا حتى اليوم لم أقف على صوت أحمد سعد. ما عارف. أتذكر طبعا صوت أخوه الأستاذ حسن، هل كان نفس الطبقة الصوتية؟ وصوت أخونا حسن كان صوتا نديا وصوت جميل، لم يجرب في قراءة الشعر وما إلى ذلك، وأظن ما كان عنده علاقة بالشعر. ولكن يعني مما يؤسف له أنه المكتبة الإريترية على فقرها وعلى قلتها، يعني في الإسفير تفتش أي حاجة عن إريتريا ما تجد، وأحمد سعد يعتبر أحد الأصوات الما موجودة يعني. فما أعرف أحمد سعد حتى القصائد التي جمعت هل جمعت؟ أنا ما أتذكر يعني ديوان عاشق إريتريا أنا قريته قبل فترة من الزمن وللأسف الشديد ما موجود معي الآن. هل هو الذي جمع ولا جمع بعد رحيله؟ ما عندي أي معلومة في المسألة هذه. وهل هل طبعه تحت إشرافه هو يعني أشرف على ديوانه؟ والديوان هو من الديوان الحجم المتوسط الصغير، لكنه يعتبر قمة وقامة وجبل شامخ في الأدب العربي الإريتري. في نفس الوقت برضو ما لم أقف على مخطوطة يدوية مكتوبة بخط أحمد سعد حتى ما يمكن أن نشنف بها يعني نكحل بها عيوننا ونشنف بها أسماعنا وأسماع الآخرين، نقرأ مما كتبه أحمد سعد. ولكن أحس أن من خلال
النبرة الصوتية الموجودة في قصائده، أنه أحمد سعد أنا هكذا أتخيله، وأرجو عبر هذا البرنامج لمن يستمع إلينا وعايش أحمد سعد وتحدث إليه وكان أحد أصدقائه. إذا كان مولود سنة 45، هو طبعا أصدقائه بيكونوا اليوم يعني ما هم شباب، جيل يعني متقدم، لكن يستطيع أن يتحدث. فأنا عبر هذا البرنامج أستسمح المشاهد الكريم، لو عندك أي ذكرى ونسة مع الشهيد أحمد سعد رحمة الله عليه، عندك معاه ذكريات، عندك معاه مواقف، والله كم يشرفنا أن يعني أن نتحدث إليكم ونستضيفكم في هذا البرنامج وغيره. ولكن أنا أتمنى أن نخص قناة سلام الإعلامية المباركة بالحديث عن الشاعر الشهيد أحمد سعد. أحمد سعد كما قلت عزيزي المشاهد، كان يكتب قصائده بالتفعيل، يعني ما عندوش تلك القصائد العمودية المقفى، ولكن كان يكتب بالتفعيلة، على وزن تفعيلة، ووزن وشعره موزون فيه نغمة، يعني فيه يعني فيه موسيقى وفيه كل ما يتعلق بفنون الشعر. أنا لم أقرأ لأحمد سعد على البحور العربية المعروفة كما صنفها وكتبها الخليل بن أحمد الفراهيدي. هذا لا ينقص من شاعريته، بل يعتبر هو في مقدمة الشعراء، ولكن كل أشعاره كانت على وزن التفعيل، وفيها جرس موسيقي عالي جدا، وفيها وزن وفيها خيال وفيها يعني حبكة أدبية شعرية في غاية الروعة والجمال. وقصائده لا تشيخ سبحان الله، يعني منذ ذلك الزمن، إذا كان هو توفي سنة 79، يعني نستطيع أن نقول أنه من سنة 70 ربما بدأ يكتب أو قبله. منذ ذلك الزمن حتى اليوم لا تشيخ، يعني تقرأ قصائده تلاقي فيها الروح والتجديد وما إلى ذلك. ما يميز قصائد أحمد سعد أنه كان يعني ما كان يسمي الأشياء بمسمياتها زي الاستعمار مثلا، إلا في قصيدة قصيدتين نظام الدرك يصفه، وده دليل على أنه في الفترة بتاعة الدرج ربما هي الفترة التي تفتقت فيها أحمد سعد بعد 74. هذا في تقديري أنا، لأنه وإن كان في قصيدة واحدة أو هنا برضو يشير إلى عهد هايل سلاسة، لكن الشاعرية في أحمد سعد تفتقت بعد 74، هذا ظني من خلال القراءة. وما يميز كذلك أنه مع أنه هو كتب لفترة استعمارية وصفها ووثق لتلك المراحل، تحدث باسم السجناء كما قلت، باسم اللاجئين، باسم المكافحين، باسم العمال، باسم الطلبة، وباسم المعلمين، وما خلى حاجة يعني، وكان يلامس الأوتار. يعني تقرأ قصيدة للشاعر أحمد سعد تحس كأنه هو قاعد يخاطبك أنت يعني، وتجد نفسك فيها أينما كنت. فكأن أحمد سعد ولأن الظلم هو لا يتجزأ، والظلم هو ظلم أيا كان، سواء كان من محتل أجنبي أو من محتل وطني. وبالتالي قصائد أحمد سعد عندما تقرأها اليوم بعد تلك الرحلة الطويلة، قصائد كتبت في السبعينيات، أكثر من 50 سنة، وكأنها كتبت لهذا العهد الأسود الذي نعيشه بكل مأساته. يعني أي قصيدة تفتح لأحمد سعد اليوم تقرأها وكأنها كتبت لهذا العهد. هذا ما يؤكد على أنه أحمد سعد كانت يعني قصائده مش هي قصائد المناسبة التي تنتهي بالمناسبة يعني، والظلم حيثما استمر الظلم وحيثما ظهر تعتبر القصائد بالنسبة لأحمد سعد هي المعبر، وهي ضمير الأمة في رفضها للظلم. أحمد سعد عندما تقرأ قصائده كذلك يعني لا تحس، ممكن يقرأها الرجل، ممكن تقرأها المرأة، ممكن يقرأها الشاعر وغير الشاعر، وتجد نفسك كأنه هو دي جزء منك وقاعد يخاطبك أنت، وتحس أنك أنت كأنك أنت اللي قاعد تتحدث.
هذه ميزة في أحمد سعد. يعني أحمد سعد في كل ديوان تفتحه لا تجد فيه كلمة شوية يعني صعبة تحتاج إلى أنك تسأل أو ترجع للمراجع للقواميس وما إلى ذلك. رجل كان يكتب يعني كأنه عارف أنه قاعد يخاطب، وحقيقة يعني هو يعلم من يخاطب. الشعراء الذين جاءوا بعد أحمد سعد بتلاقي مجموعة من الشعراء آه، ما تكون قصائدهم بتلك المباشرة والكلمات السهلة الممتنعة والكلمات العادية والبسيطة العميقة في نفس الوقت وكثيفة في معانيها ودلالاتها. هناك من يكتب بلغة شوية فيها شيء تحتاج انه انك ترجع لقواميس وترجع وتسأل وتبحث وكده. احمد سعد في قصائده لا تجد كلمة عامية ابدا، يعني كل كلمات فصيحة. وهناك من يدخل عاميات في مفرداته. مثل هذه المفردات غير العربية في شعر أحمد سعد ما بتلقاه في شعراء آخرين. بتلقى يستخدموا كلمة رمزية أو كلمة شائعة، أو يدخلوا بيت بيتين ثلاثة. أحمد سعد كله كلماته عربية فصيحة، لكنها تلك العربية البسيطة المفهومة المستخدمة، وفيها بلاغة وفيها قدر من الشفافية وسمو الكلمة. وتحس بأنه شعر أحمد سعد هو شعر موزون ومنغوم، يعني فيه نغمة وفيه موسيقى. ولذلك أحمد سعد ربما أكثر الشعراء، مع أنه هو رحل مبكرا، هو أكثر من تغنى له من الفنانين الإريتريين. دليل على أنه كلمات أحمد سعد هي كلمات السهلة والبسيطة والعميقة، وبعدين فيها نغمة موسيقية. أن تلحن لقصيدة من أي قصائد لأحمد سعد، أي قصيدة من قصائد أحمد سعد سهل جدا. ولذلك تغنى له عدد من الشعراء، منهم الفنان الكبير عثمان عبد الرحيم يديه الصحة والعافية، وتغنى له كذلك عدد من الفرق الطلابية الشبابية، سواء كان في العراق وفي سوريا. وأعتقد أنه فرقة عواتي في سوريا، المجموعة ديك المجموعة كان عندها كانت مجموعة واعدة، أعتقد من قصائد أحمد سعد تغنت له. وكثير من الطلاب، ونحن حتى طلاب كنا نردد كثير من قصائد أحمد سعد، ولأنها سهلة التلحين. وأيضا تغنى له الدبسين كمان رحمة الله عليه، الفنان الجميل. يعني علمينا يا بلادي، علمينا يا بلاد الصامدين، دي برضو عثمان أداها بشكل نشيد قوي. يا بلاد الصامدين هي اسمها هكذا، والدبسين أداها بطريقة مختلفة. وعدد من أعتقد من الفنانين تغنوا بقصائد أحمد سعد. فيحظى أحمد سعد أنه أكثر شاعر إريتري تغنى له عدد من الشعراء. فيما أحسب الفنان الخالد أبو خالد ريس محمد علي، يبدو لي برضو عنده وحدي لكن ما أتذكره. والمهم أحمد سعد قصائده كلها هي قصائد يعني تدعوك وتستفزك كمان إذا أنت عندك في الألحان والجانب الموسيقي، يعني ذلك الاستفزاز الجميل، يعني بتدعوك وتجذبك على أنك أنت تخش في أنغام وما إلى ذلك. على المستوى الشخصي أنا على الرغم أنه قدمت كذا عمل فني أناشيد وغيرها، لكن لم أدلف إلى حديقة أحمد سعد رحمة الله عليه، وكنت أتمنى أن أقدم شيء من قصائد أحمد سعد. عموما هذه برضو التفاتة أنا يعني أهمس بها في أذن الذين يعملون بالأناشيد والموسيقى وما إلى ذلك. أذهبوا إلى قصائد أحمد سعد، يمكن أن تقدموا منها شيء. أعتقد برضو الأستاذ الفنان الأمين حسب الله أعتقد عنده شيء من قصائد أحمد سعد. وقصائد أحمد سعد هي حية لا تشيخ ولا تموت كما قلت. الرجل يعني عاش 35 عام فقط، ولكنه
يعني أثرى المكتبة الأدبية والمكتبة الموسيقية والفنية والمكتبة الشعرية بشيء راسخ وثابت. عبر هذا البرنامج أنا أتمنى أن يعني أتوجه لأسرة أحمد سعد، أصدقائه يعني وأهله وأخوانه الموجودين في الخارج، أكيد في قرايبه وأبناء خالته وأبناء عمومته، وكذلك أصدقائه الذين درسوا معه. تعالوا إلى هذا البرنامج مشاهدينا الكرام وتحدثوا عن ذلك النجم الذي أفل مبكرا رحمة الله عليه. هذا ما وددنا أن نتحدث عن شاعر أحمد سعد، وكانت الحلقة رقم 76 في برنامج مع اللغة العربية تحت عنوان عن الأدب العربي المكتوب في إريتريا. الشاعر الأستاذ أحمد سعد المهندس كان أنموذجا رحمة الله عليه. اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء وأجمعنا به في مستقر رحمتك. أيها المشاهدون الكرام، في ختام هذه الحلقة نختم بما بدأنا به الحديث. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. كنتم آنساتي سيداتي سادتي مع حلقة في برنامج مع اللغة العربية. هذا البرنامج يعده ويقدمه أحمد شريف. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.